وخارجا من عملية جراحية خطيرة أجريتها بالخارج كادت أن تودي بحياتي بعد أن أجريتها مرتين داخل الوطن وفشلت. من داء عمره الآن 40 سنة يقض مضجعي في معدتي، وكان الطبيب قد نهاني عن العمل ومع ذلك ذهبت إلى العمل، وكنت أتناول أدوية تضطرني إلى النوم وتناولتها لتخفف آلامي وجئت، وقضيت أزيد من 8 ساعات في ذلك اليوم لأن كانت عندنا أشغال متواصلة. ولما رأيت سلطان النوم يقهرني هممت أن أقوم إلى أحد مكاتبي الفريق لكي أستريح فيها كما يفعل أغلب النواب الذين يداومون على العمل. وكل فريق في البرلمان المغربي عنده جناح، وكل جناح في عدة غرف، وهناك غرفة فيها كراسي مريحة أو أماكن تسمح بالنوم ولو النوم جالسا، وكل النواب الذين يتعبون يقومون من أماكنهم لكي يناموا قليلا ويعودون. عندما هممت بالقيام منعني الأخ الذي بجانبي وقال لي عندنا توجيهات أن نبقى حاضرين لأن السيد رئيس الحكومة الذي هو رئيس حزبنا يتكلم ولا يليق أن تكون المقاعد أمامه فارغة. فكابدت. كانت هذه جلسة شهرية؟ لا، لم تكن جلسة شهرية عادية، كانت نقاشا على إثر مجموعة من الجلسات لا أذكر هل كانت مناقشة الميزانية أو شيء. أذكر أنه في ذلك اليوم كنت قضيت في البرلمان 14 ساعة وأنا عائد من مدة قريبة من ألمانيا بعد أن أجريت هذه العملية، وكنت آكل 7 أنواع من الأدوية. فلما أردت أن أقوم ومنعني الأخ بقيت التزاما، ولو ذهبت إلى إحدى الغرف ونمت فيها أو إحدى كنبات البرلمان والبرلمان مليء بالكلمات أو لم آتي أصلا من كان لو نام غير أبي زيد هل كانت هذه الصورة تؤخذ؟ لو أخذت هل كانت توزع بهذه الطريقة؟ وفقط لكي نبني شيء من الوعي السياسي أذكر لقطة مثل هذه وجيدا يعرفها الناس. كانت كوبا وما زالت محاصرة ومعزولة، وكان زعيمها كاسترو لا تؤخذ له صورة في الإعلام الغربي إلا كاريكاتورية، لأن الأمبريالية كانت ضده والرأسمالية الشرسة التي تملك الإعلام كانت تحاول أن تقدم له صورة كاريكاتورية. نجح أن يخرج من عزلته وأن ينظم مؤتمرا عالميا حضرته 150 دولة، كان مؤتمر عدم الانحياز الأكثر نجاحا، وكان مؤتمر القارات الثلاث وجمع كل دول عدم الانحياز وغيرها. كان تحقيقا لحلم مهدي بن الذي قتل من أجله دون أن ينفذه. فلم تستطع كل وسائل إعلام الدنيا التي تحت الهيمنة الرأسمالية أن تفعل إلا شيء واحدا. أخذت الرجل سنة من نوم فاستلقى على ظهره وفغر فاه بطريقة مضحكة لأنه لعله شهر لم ينم لتحضير المؤتمر. هي هذه الصورة التي خرجت في كل وسائل الإعلام والتي تدونت في كل الصحف لشهور لتحطيم مؤتمر ورمز ودولة وخيار. ما اختلفنا مع كاسترو فهو رمز لمواجهة أمريكا ومصادمتها. أنا الآن أذكر وقد مر على هذا الحدث أكثر من 30 سنة أذكر كيف يتم اختيار اللقطة وكيف يتم من خلالها بهدلة الإنسان واغتساله في هذه اللحظة. أبو زيد عاش في البرلمان 16 سنة، غفى أقل من دقيقة، لأنه لما غفوت أخ الذي بجانبي والذي منعني من الذهاب إنه لكزني لكزة قوية وقال يا أبو زيد ذاك الصحفي المغرض يترصدك. لم نخرج من القاعة إلا وقد دعت الفيسبوك، ثم همدت الصورة إلى أن رددت على عيوش فأعيد إحياؤها، ثم مع الحملة أصبحت هي الوقود اليوم.